فيش أي مشكلة. نيجي بعد كده تدخل على السي اس اس اركتكتشر. تمام. سي اس اس بروسيسورز. اول حاجه معانا السيس. السيس ده بيخلي كود السي اس اس بتاعك دايناميك، تقدر تستخدمه زي ما بتستخدم لغات البرمجه، في فاريبل، في فانكشن، في حاجات كتير جدا. فدي حاجه مهمه جدا انك تتعلمها. طبعا البريتشر والايس لين عشان تقدر تعمل فورمات للكود بتاعك. وطبعا في حاجات تانية كتير جدا محتاج تتعلمها او تقراها. تقدر اول حد هنا تمام. بعد كده تقدر تتعلم التايب سكريبت، تقدر تتعلم نكست جي اس. تمام. ده بعد الرياكت طبعا. وتقدر تتعلم التستنج عشان تقدر تعمل تيستنج للكود بتاعك من خلال جي اس او في اي تيست. تمام. فدي حاجات تقدر تتعلمها انت كده كده، هتتعلمها زي الاس اس ار والحاجات هتتعلمها في رياكت، وهتتعلمها في نيكست جي اس. طبعا لو انت بقى عايز تكمل مسار الفول ستاك تقدر تتعلم نوت جي اس. تبقى حياتك كلها جافا سكريبت في جافا سكريبت، سواء فرونت اند او باك اند. تمام. فانا هسيب لك البي دي اف دي موجوده في الموقع، او مش الموقع، في الجروب بتاع تليجرام، وان شاء الله تقدر تدخل تبص عليها وتحملهم من عليها. تمام. مفيش اي مشكله. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وقدرت اكون ضيف خفيف عليكم، وقدرت افيدكم بالمعلومات اللي موجوده هنا. وادعموني بلايك واشتراك واعملوا شير عشان الناس كلها تشوف الفيديو، واللايكات عشان الفيديو يعلى، ودي حاجه بتشجعنا جدا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.